السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ حبيبة بتقول لكم ازيكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة يومنا مختلف زي ما انتم شايفين بقى كده. رحنا الغيط وخدنا بقى حاجتنا كلها معانا، وهنقضي يوم حلو جدا جدا. بس انا بصراحة كان نفسي ان انا يعني ايه اصور بدري شوية عن كده، بس بصراحة كنا خلاص المغرب دخلت وكان الاضاءة يعني مش اللي هي، فاستحملونا بقى في الفيديو ده، لان طبعا الجو ليل والجو برضو ضلمه هناك، مفيش غير عمدان بس على الطريق كده. فان شاء الله يعني ايه نحاول نصور لكم كده اكبر كميه من الجو كده قبل ما الشمس بقى تغيب خالص والجو يضلم. بصوا بقى بصراحه يعني احنا النهارده ايه متجمعين كلنا، واليوم غير عادي طبعا. يوم الغير ده ويوم الطبيعه دي بيبقى يوم تاني وحلو جدا. بصوا بقى هنا ابويا اهو بيوريني بقى شجرة الجوافة، كانت طرحة كده كام واحدة، لأن هو طبعا لسه زارعها جديدة. طبعا عملت الفيديو بتاع زراعة الجوافة دي معاكم. وكانت الجوافة لسه مزروعة صغيرة، فما شاء الله يعني بدأت تحمل، بس حاجات طبعا انتوا عارفين أول ثمار ليها بيبقى حاجات بسيطة كده جدا، يعني حاجات تتعدي على الصوابع يعني. فما شاء الله الحلوة الحمد لله كويسة برضو، والخضرة ما شاء الله جميلة جدا، وحاجة كده تشرح القلب وتشرح الروح كده. مفيش أحسن من الطبيعة، مفيش أحسن من الجو الحلو ده. ان انت تخرج تغير جو، تغير يعتبر كده ايه. بتحس ان انت خلاص يعني نسيت بقى الايام اللي فاتت والهموم والزعل والحاجات دي كلها، وبتحس ان انت بقى ايه بدأت يوم جديد وحاجة حلوة كده جميلة. النهارده طبعا اطفال العيلة كلهم ولاد اخواتي كلهم ما شاء الله معانا. فالنهارده بقى هنقضي يوم مع بعض حلو جدا هيعجبكم. جمال طبعا انتوا عارفينه، ولسارة بالاخص، يعني جمال يا سارة بيسلم عليكي. فان شاء الله بقى ايه نقضي وقت مع بعض سعيد. اهم حاجه ما تنسوش اللايك يا حلوين، عشان بقى ايه تشجعونا كده ونشارك مع بعض يومنا الحلو. والنهارده بقى طبعا عاملين حله محشي حلوه كده محترمه، وجايبين بقى الفراخ بتاعتهم معاهم بقى هيسووها هنا برضو. فبصراحه بيبقى كل حاجه ليها طعم تاني خالص، يعني ما شاء الله مش عايزه اقول لكم يعني ايه. الواحد في الغيط يعني بتحس ان هو نفسه مفتوحه جدا، زي ما بتكون في مصيف كده عايز بس ان انت قاعد تاكل وخلاص، يعني واحد بياكل وخلاص مفيش وراه اي حاجة، قاعد بقى مستجم والكلام ده. هنا طبعا عمر بقى وروان ورحيم برضو هنا. فبيغسلوا بقى، كان معاهم بلح بقى بيغسلوه هنا في الترمبة هنا. وهنا حبيبة بقى ومحمد. فما شاء الله يعني لما بنكون متجمعين كلنا مع بعض بيبقى حاجة لها طعم تاني خالص. هنا بقى زي ما انتم شايفين ده الطريق اللي بره اهو. هنا بقى عمود النور زي ما انتم شايفينه كده. احنا طبعا كانت قعدتنا في المكان ده لان طبعا جوه هيبقى الجو ضلمه شويه، فهنا عشان عمود النور بقى مدي اضاءه وكده، فالجو كان حلو جدا هنا، والاضاءه يعني نوعا ما كويسه. هنا بقى الاطفال طبعا كانوا قاعدين بقى ايه، فرشنا لهم بقى الحصيره بقى وكانت قاعده حلوه جدا، بس هم طبعا باقي الفريق طبعا جوه بيعمل الاكل. وهنا بقى الاولاد بقى زي ما انتم شايفين بقى كل شويه بقى إيه اللي يلعب واللي يروح يلعب في الطينه وفي الترابه يعني انتوا عارفين بقى ايه لما بيخرجوا بقى بره البيت وبالذات في الغيط يعني ايه بيمارسوا حياتهم بقى ايه بشكل غير عادي، وتلاقي التنطيط بقى واللعب والكلام ده كله. وخصوصا ان احنا زارعين رز طبعا زي ما انتوا عارفين، فكل شويه حد ينزل بقى في الميه، حد ينزل في الطينه، فكان يوم صراحه يعني ايه، بس الحمد لله كان يوم كويس يعني. ما شاء الله. هنا بقى عمر وانس طبعا واحمد بيقول لكم ازيكم، وما تنسوش اللايك برضو. هنا بقى الفراخ طبعا بعد ما استوت، يعني مش حاجه كده يعني ايه جميله جدا بصراحه، كنا كلنا عايزين ناكلها قبل ما تتحمر كمان. فكانت حلوه ما شاء الله. هنا بقى المحشي، علقوا على المحشي بقى هنا على الشعله، كانوا جايبين طبعا الشعله والانبوبه معاهم. احنا في العاده يعني ان احنا بنعمل دايما على الكانون، لما بنروح الغيط بنسوي الاكل على الكانون، بس النهارده بقى ايه طبعا عشان احنا اصلا رحنا متاخرين وكان الجو خلاص ليل. فقالوا بقى ناخد الشعله معانا تنجز معانا شويه، لان الجو خلاص يعتبر ضلم. فخدوا بقى الشعله وخدوا الكولمن وخدوا بقى حاجتهم كلها. وهنا بقى خلصوا بقى طبعا علقوا على المحشي يستوي، والمحشي يعتبر استوى خلاص. بيعملوا بقى شويه شوربه لسان العصفور كده، عشان طبعا الاطفال اللي معانا برضو بيحبوها. يعني احنا ما عملناش بصراحه اكتر من كده، يعني هو المحشي وشوربه لسان العصفور والفراخ استوت واتحمرت وتمام او كده والمخلل وخلاص. فبصراحه يعني لما بنكون في لمه بالذات مع الناس اللي بتحبهم بيبقى الاكل ليه طعم تاني خالص، بتبقى حاجه كده يعني جميله جدا بصراحه. اللمه اصلا بتاكل وبتفتح النفس، حتى لو انت مش عايز تاكل تحس ان انت في اللمه بتحب الاكل يعني.
وهنا بقى الاطفال طبعا كانوا قاعدين بقى بيلعبوا، كل فريق بقى بيلعب لعبه كده ايه معينه. هنا طبعا احمد واياد بيلعبوا اللعبه دي، فبيشوفوا مين اللي يقدر يتحمل يعني الضرب على الايد. فطبعا اياد ايديه احمرت ومش قادر، بس برضو بيقاوح ومش راضي يستسلم. فطبعا عايزين نشجع اياد بقى ان هو مش راضي يستسلم طبعا. برافو عليك يا اياد. فطبعا تشجيع منكم كده وكلمه حلوه لاياد في الكومنتات. هنا بقى بدأوا يحمروا، دي الفراخ اخر حاجه بقى تتحمر عشان تبقى سخنه طبعا كده وايه، وناكلها مع المحشي كده ايه بسرعه بسرعه كده يبقى طعمها حلو. هنا بقى ام انس بتحمر الفراخ، تسلم ايدك يا ام انس، ما شاء الله. يعني مش عايزه اقول لكم يعني القعده بره كده في الطبيعه، بالذات لما بيكون في حته ارض ولا حاجه كده بتقعدوا فيها، جميله جدا بصراحه وسط الخضره. كل حاجه تفتح النفس، وتحس بقى ان انت بتطلع من المود اي حاجه، والبيت بقى والكلام ده كله. فده تغيير جو، بتفصل بقى عن بعيدا عن المشاكل وبعيد عن اي حاجه في حياه الواحد. فتحس ان اليوم ده فعلا بيجدد حيويه الواحد ويديله بقى طاقه ايجابيه كده حلوه. وبيرجع البيت بقى طبعا يعني ايه نشيط بقى وفرحان كده ان هو خرج وغير جو. فبتبقى بصراحة يعني يوم حلو بالنسبة لنا ويوم لمة جميلة. فان شاء الله اليوم بقى يعجبكم. ومش هقول لكم تاني ما تنسوش اللايك، اللايك لو انت نسيتي تتك عليه اتك عليه على طول دلوقتي، اوعي تنسي. ربنا يخليكم طبعا لينا، انتوا اخوات غاليين علينا كلنا، وربنا يديمكم نعمة في حياتنا يا رب. وتعالوا بقى اتفضلوا معانا فراخ ومحشي. زي ما انتم شايفين بقى الفراخ بتاعتنا الجميله بعد ما اتحمرت اهي، شكلها كده ايه يفتح النفس بصراحه. هنا بقى المحشي طبعا بدأوا بقى يغرفوا المحشي ما شاء الله، يعني كانت حله ما شاء الله حلوه. فمش عايزه اقول لكم يعني المحشي ده احنا نزلنا عليه كده كلناه كله، يعني من حلاوته كده وطعمه جميل كلناه كله يعني بصراحه. فتسلم ايد اللي عمله. وربنا يخليكم لينا وما يحرمناش من اللمه الجميله بتاعتكم دي، ودايما متجمعين كده في الخير يا رب وفي الفرح. وهنا بقى شوربة لسان العصفور طبعا بقى بعد ما غرفوها خلاص بقى احنا بنشيل بقى الحاجات من هنا وبنوديها الحتة التانية. زي ما انتم شايفين بقى ايه في النور كده تحت العمود هنا في النور. فطبعا كان كله في الوقت بقى ده كله خلاص جاع بقى كده جاب اخره، يعني خلاص جوعنا بقى الحقونا. الحقونا احنا جعانين. فطبعا بقى ايه خلاص كده الفراخ بقى وجمالها الحلو ده. طبعا بقى بعد ما كلنا بقى وخلاص كده تمام شبعنا الحمد لله، قعدنا بقى طبعا كلنا، وكنا طبعا كل واحد عنده حاجه بيقولها، واسلام اخويا بقى كان ما شاء الله عمال يقول لنا نكت بقى والليله كانت ماشيه مية مية. وبنشرب بقى الشاي وحاجه ساقعه وحاجات حلوه كده بقى نحبس بيها بعد الاكل. فربنا ما يحرمناش من لمه العيله دي بصراحه. ودايما كده يا رب متجمعين دايما كده في فرح وهنا وفي كل الحاجات الحلوه يا رب. وربنا يخليكم ليا احلى اخوات واحلى عيله. مع السلامه.